انت وعماد متعب كنتوا عاملين زي ايه؟ دايما حاجه انتوا بتقولوها ولا اقولها انا؟ انا ومتعب اقول لك يعني واحد ومراته مين هيكون الراجل ومين طب كويس ان انت قلتها انا لا ما والله رضيتش متعب زي عبد الحليم وام كلثوم كده. قيمه كبيره جدا والنادي الاهلي خسران حتى لو بياخد بطوله افريقيا وحتى لو يعني انا شايف ان متعب من وجهه نظري ان متعب من افضل او يعني من افضل فراوده مصر او طبعا يعني متعب لما بيكون موجود في الملعب قيمه كبيره جدا سواء مع النادي الاهلي او مع منتخب. الراجل دوت في تاريخه تاريخ كبير جدا وحاصل على بطولات من احسن الفراوده اللي انا شخصيا اكثر واحد احب العب جنبه يعني هو عماد متعب. فاهم ازاي؟ برتاح جدا معاه في الملعب، راجل عارف شغله وراجل انا يعني فاهمين بعض من 17 سنه ولا 17 سنه احنا مع بعض يعني حضرتك بتتكلم 12 سنه 13 سنه شغل يعني طبعا مع بعض تحافظوا. فانا بقول عماد متعب الكره المصريه تكسبه ان شاء الله مع عوده الدوري. النادي الاهلي منتخب مصر بعد الحمد لله والشكر لله ان هو تعافى واتشافى من اصابته. فان شاء الله متعب يكون قوه كبيره جدا للنادي الاهلي، قوه كبيره جدا لمنتخب مصر، واعتقد ان شاء الله الفتره الجايه تكون خير على الكره المصريه. بس يا رب نسيب اللعيبه الصغيرين يعني النهارده انت عندك لعيبه على مستوى عالي. طب يا عمرو والنبي قبل ما تقول انا عايز اسالك سؤال بمناسبه بكره ان شاء الله هيكون اختيار مدرب منتخب مصر او المدير الفني لمنتخب مصر ده بناء على كلام الاتحاد كره كابتن شوقي غريب. مين؟ والله اذا اختار كابتن شوقي غريب. لا انا ماليش دعوه انا ما قلتش كده. انت لو عايز كده قول لي. هي الظروف انت عايز ايه؟ الظروف بتقول كده. انت عايز ايه؟ لا خد بالك اصل في كابتن شوقي وفي حسام حسن كابتن حسام الكابتن حسام البدري مرشح اربع مدربين فيهم اثنين هم واحد ان الكابتن حسن والكابتن شوقي الاثنين شغالين مع بعض فتره كبيره جدا وحققوا نجاح كبير جدا للكره المصريه. كابتن حسن شحاته نعم. فاذا الكابتن حسن او الكابتن شوقي هو فكر واحد وكانوا ناس قدوا ونجحوا مع منتخب مصر. تمام. قربهم للعيبه، حبهم للعيبه، اللعيبه بتحبهم، الكلام ده كله. اذا هو فكر واحد سواء الكابتن شوقي والكابتن حسن. انا مش شايف ان في اختلاف بين الاثنين على مستوى عالي جدا والاثنين شغالين مع بعض وقدوا بطولات لمنتخب مصر. حسام البدري تمام. الكابتن حسام البدري اذا كان النهارده هتحط النهارده 9 لعيبه من منتخب مصر من النادي الاهلي فاذا الكابتن حسام البدري اضرب لعيبه النادي الاهلي. ده وجهه نظري. كده انا عرفت انت عايز مين. كده كابتن حسام حسن اذا كنت بتدور النهارده اذا كان فكرك هتعتمد لا ما انا اقول لك اذا كنت بتفكر النهارده انك انت تعتمد على فكر جديد وتعمل قاعده لمستقبل مصر بمجموعه ناشئين بمجموعه لعيبه صاعده اشتغل مع واحد عنده روح وعنده عزيمه وعايز يعمل حاجه لنفسه والبلد وحسام حسن. فشوف لا بس انا كده عرفت انت عايز مين برضه يا عمرو. كل ده بيرجع لمين؟ لاتحاد الكوره. هو عايز مصر تكون فين او ايه الفكره؟ عنده قاعده النهارده عايز يلعب سنتين ولا عايز يلعب النهارده 10 سنين قدام يلعب وياخد كاس وعايز يلعب يصعد كاس عالم. عمرو كلام جميل جدا منك النهارده واشكرك على كل هذه التوضيحات. نجم مصر الكبير الكابتن عمرو زكي موضحا طبعا كان بيكلمنا من السلميه الكويتي او من الكويت. هو طبعا بيلعب في نادي السلميه الكويتي. وعمرو عمل شكل مختلف لنفسه خلال برضه بطولات لمنتخب حسام البدري. تمام. الكابتن حسام البدري اذا كان النهارده هتحط النهارده 9 لعيبه من منتخب مصر من النادي الاهلي فاذا الكابتن حسام البدري اضرب لعيبه النادي الاهلي. ده وجهه نظري. كده انا عرفت انت عايز مين. كده كابتن حسام حسن اذا كنت بتدور النهارده اذا كان فكرك هتعتمد لا ما انا اقول لك اذا كنت بتفكر النهارده انك انت تعتمد على فكر جديد وتعمل قاعده لمستقبل مصر بمجموعه ناشئين بمجموعه لعيبه صاعده اشتغل مع واحد عنده كبيره جدا سواء مع النادي الاهلي او مع منتخب. الراجل دوت في تاريخه تاريخ كبير جدا وحاصل على بطولات من احسن الفراوده اللي انا شخصيا اكثر واحد احب العب جنبه يعني هو عماد متعب. فاهم ازاي؟ برتاح جدا معاه في الملعب، راجل عارف شغله وراجل انا يعني فاهمين بعض من 17 سنه ولا 17 سنه احنا مع بعض يعني حضرتك بتتكلم 12 سنه 13 سنه شغل يعني طبعا مع بعض تحافظوا. فانا بقول عماد متعب الكره المصريه تكسبه ان شاء الله مع عوده الدوري. النادي الاهلي منتخب مصر بعد الحمد لله والشكر لله ان هو تعافى واتشافى من اصابته. فان شاء الله متعب يكون قوه كبيره جدا للنادي الاهلي، قوه كبيره جدا لمنتخب مصر، واعتقد ان شاء الله الفتره الجايه تكون خير على الكره المصريه. بس يا رب نسيب اللعيبه الصغيرين يعني النهارده انت عندك لعيبه على مستوى عالي. طب يا عمرو والنبي قبل ما تقول انا عايز اسالك سؤال بمناسبه بكره ان شاء الله هيكون اختيار مدرب منتخب مصر او المدير الفني لمنتخب مصر ده بناء على كلام الاتحاد كره كابتن شوقي غريب. مين؟ والله اذا اختار كابتن شوقي غريب. لا انا ماليش دعوه انا ما قلتش كده. انت لو عايز كده قول لي. هي الظروف. انت عايز ايه؟ انت وعماد متعب كنتوا عاملين زي ايه؟ دايما حاجه انتوا بتقولوها ولا اقولها انا؟ انا ومتعب اقول لك يعني واحد ومراته مين هيكون الراجل ومين طب كويس ان انت قلتها انا ما رضيتش. متعب زي عبد الحليم وام كلثوم كده. قيمه كبيره جدا والنادي الاهلي خسران حتى لو بياخد بطوله افريقيا وحتى لو يعني انا شايف ان متعب
من وجهه نظري ان متعب من افضل او يعني من افضل فراوده مصر او طبعا يعني متعب لما بيكون موجود في الملعب بتقول كده. انت عايز ايه؟ لا خد بالك اصل في كابتن شوقي وفي حسام حسن، كابتن حسام، الكابتن حسام البدري مرشح اربع مدربين فيهم اثنين هم واحد، ان الكابتن حسن والكابتن شوقي الاثنين شغالين مع بعض فتره كبيره جدا وحققوا نجاح كبير جدا للكره المصريه. كابتن حسن شحاته نعم. فاذا الكابتن حسن او الكابتن شوقي هو فكر واحد، وكانوا ناس قدوا ونجحوا مع منتخب مصر. تمام. قربهم للعيبه، حبهم للعيبه، اللعيبه بتحبهم، الكلام ده كله. اذا هو فكر واحد سواء الكابتن شوقي والكابتن حسن. انا مش شايف ان في اختلاف بين الاثنين على مستوى عالي جدا، والاثنين شغالين مع بعض.